مع طارق الصفتي المقص الذهبي. اسفين على التاخير لفتره طويله نظرا لانشغالنا بظروف عمل خاص. النهارده ان شاء الله هنرجع نتكلم وهنبدا ازاي نقص ياقه قميص واسوره قميص. عندنا عشان ابدا اقص ياقه القميص ازاي اخد مقاسها. فانا باجي على رقبه الزبون اللي قدامي واقوم ماسك المازوره كده ولففها حوالين الرقبه على قاعده الرقبه من تحت كده، واخلي المازوره تقابل بعضها السن في السن، يعني ما تحملش فوق بعض، السن في السن قسناها كده ونقوم ماسكينها. لقينا مثلا المازوره جايبه 21 41 دي لما بنتني المازوره كده يبقى 20 ونص. انا عندي الياقه هنا اللي انا هشتغل عليها 42 سم، يعني 21. بنقوم قاصين قطعه الحشو اللي عندنا طولها 50 في عرض 10 سم، واحنا دبسناها وجهزناها اهي كده. لما تنيناها بقت 25 سم. هنشتغل على طول عشان نستفيد بالوقت يعني. انا بشتغل، عرفت ان الياقه بتاعتي 42 سنتي، لما قسمناها بقت كام؟ 21. ديت طولها 25 في عرض 10. باجي كده اخد 4 سنتي كده و4 سنتي كده في قطعه واحده اهوت، واقوم واخد ده بخط موصل النقطتين ببعض كده. ماشي الكلام. انا عندي 21 سم اللي هو محيط الرقبه، ادي 21 سم. ال 21 سم طبعا لو فردناهم هيبقى 42، وبزود بعد كده 2 سم اللي هم قيمه البشليك او الباندا بتاعه القميص اللي هي بتركب عليها الزرار والعروق. يبقى دي 21 وادي 2 سم كمان، يبقى 23 سم كده، 23 سم. يبقى انا هشتغل على الياقه طولها 23 سم. من عند ال 21 من هنا، من عند 23 بطلع سنتي لفوق كده، ونصص المسافه ديت اشوفها كام سم. 23 على الاثنين يبقى دي ال 11 ونص اهم، ونصص ال 11 ونص المسافه ديت كده على 2 اهي اهي عشان نبقى شغالين صح اهي، وبوصل السنتي ده بالنقطه دي اهي كده كده، وبرجع بطلع سنتي لفوق، سنتي لفوق هنا اهو، سنتي اهو كده 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 كده. ماشي الكلام اهو. اقصه بقى. بعد ما خدت السنتي دي بقت 3، صفت على 3، ودي هنا 4 زي ما هي، ودي بقت 2 سنتي. حلو. نخلص دي من هنا كده عشان نبقى عارفين احنا شغالين ازاي على نهايه ال 23 سنتي بتاعتنا اهو. انا بشتغل هما الاثنين على بعض علشان المبتدئ ما يتوهش. انا ممكن بقص كل حته، كل فرده لوحدها، رجل الياقه لوحدها وراس الياقه لوحدها او الياقه لوحدها. بطلع من هنا 2 سنتي او 2 سم ونص على حسب الموديل اللي عندي كده اهو. هنقول 2 سنتي وربع اهو، واخش سنتي لجوه، سنتي واحد اهو، يبقى كده كده اهو كده، وارجع اللي انا عملته هنا اعمله هنا اهو. بص لي بقى يا باشا اهو كده. يبقى كده رجل الياقة القميص بطريقة بسيطة وسهلة طلعت معايا كده. رجل القميص، رجل الياقة طلعت. أنا عاوز أشتغل أطلع الياقة، قوم جاي كده في نفس النظام اللي أنا عملته ده أهو أهو كده، ومن عند ال 21 سنتي اللي هم بتوعي، اللي هم مقاس الياقة أهمت 41 أهمت 21 سنتي أهو كده. باخد خط بتاعي خط عمودي كده، وقوم طالع سنتي لبره كده. ماشي الكلام. واقوم مخلص الياقة علشان ابقى ايه. وده برضو بيرجع للموديل او بيخضع للموديل بتاع الياقة اللي انا هشتغل عليه. في الياقة بتبقى كده، في الياقة كده، على حسب ما هشتغل. هنا وقت التركيب بيبقى في نص سنتي بيروح مع المكنة اهو. بعمل حسابي ادي نص سنتي بتاعي اهو
اللي بيروح مع المكنه كده. انا بعلم وبشتغل اللي هو بادئ لسه عشان ما يتوهش معايا. احنا طبعا قلنا اللي هي في الاول 10 سم، 10 سم اهي. بعد ما فرغناها نشوف الفارغ بتاعنا هنا كام اهو كده. دي صفيت على كام؟ 7 سم، 6 سم ونص. ده اللي انا عايزه. والليقه دي كده بعد النص سم اللي هاخده نحط الليقه دي كده اهو كده. نص سم هيروح مع المكنه، وادي هنا كمان نص سم كده. ليه النص سم ده انا باخده ما بخليش سوا بعضها؟ عشان لما بتيجي تتني الياقه تكسر الياقه بعد المكوه، حرف رجل الياقه ما يبانش، تبقى الياقه الفوقانيه مغطيه رجل الياقه، ما يبقاش فيه اي حاجه باينه على الظهر من ورا. ماشي الكلام؟ بسيطه جدا مفيش فيها اي تعقيد. بخش كده 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 اهو، قوم طالع لبره لسن الياقه اللي انا عايزه اهو. يبقى ادي لياقه بسيطه جدا 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 اهو. يبقى دي طلعت. التعديلات اللي احنا هنعملها او هنشوفها عشان نشوف مقاساتنا صح او غلط. ادي ال 21 سم بتوعي اهمت، لو خدناهم عدلين كده يبقى احنا هنخش دي كده اهو. تطلع معانا قيمة البند بتاعتنا مرتاحة والياقة بتاعتنا مرتاحة. ادي كده ياقة القميص طلعت بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة. ولما تيجي هتخيط ان شاء رب العالمين هنحضرها مكنة ونشوف هتتعمل ازاي. ماشي كده؟ يبقى كده لياقة القميص بطريقة بسيطة وسهلة جدا طلعت من حتة قماش قطعة واحدة اللي هي 10 سم، طلعت لنا اللياقة. انا ممكن في طريقة تانية ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله هقص رجل لوحدها واقص الياقة لوحدها ونشوف هتجمع ازاي. لازم النتيجة تطلع هي. وبكده يبقى ان شاء رب العالمين قصينا ياقة القميص بطريقة سريعة وسهلة، وان شاء الله تكونوا استفدتم منها. هنرجع نقص، ودلوقتي باذن الله هنبدا نقص. ازاي هنقص صورة قميص؟ انا جاي لي زبون ايده رفيعه نحيفه، في زبون ايده مليانه، في زبون كده، على حسب اللي قدامي. ما باخدش مقاسات ثابته، انا بقيس على الزبون. بلف الاسوره اهيت اهي. الاسوره قابلت بعضها اهي، قابلت بعضها وهي مريحه مش ماسكه على ايده. ماشي؟ استلقيت كام؟ 18 سم. بعمل حساب ان الاسوره تحمل على بعضها بزرار او زرارين على حسب الموديل اللي معايا. بزود كام؟ 18. بزود 5 سم كمان يبقى 23 24، يبقى الاسوره تطلع مرتاحه. ماشي؟ 24 سم اهي. لما انا عملتها على بعضها كده طلعت محمله ومرتاحه. ماشي؟ يبقى انا هشتغل اسوره 24 سم. طول القطعه الحشو اللي هشتغل عليها طولها 50 سم في عرض 6 سم. ال 6 سم دوت او 6 سم ونص او 5 سم او على حسب موديل اللي انا هشتغل عليه. في اسوره عريضه قوي، في اسوره فرنساوي اللي بتبقى عريضه وبتتني، على حسب الموديل. فكل حاجه بتخضع للموديل اللي انا هشتغل عليه وطلب الزبون اللي انا هشتغل. بجيب قطعه الحشو اللي هي 50 سم في عرض 6 وبقوم تانيها كده كده 2 في 2، فيبقى الصفي بتاعي هنا 12 سم ونص. بدبوس معايا والدباس اهو كده على حسب برضو الموديل. عاوز اعمل اسوره من هنا دوران، عاوز اعملها كده مثلثه كده، برضو بيخضع لطلب الزبون والطريقه اللي انا هشتغل بيها. احنا ديت هنعملها ايه؟ دوران. احنا عايزين الاسوره 24 يبقى دي 12 سم اهو. 12 سم. طب الحمد لله جايه مكفيه بعض. نقوم قصين الحشو كده واهو. وفي الدوران دوران الاسوره من فوق اهو كده. الاسوره طلعت معايا زي ما انا عايز. طريقه تانية ممكن اعملها من هنا مثلثه، ممكن اعملها ايه؟ مستطيله، طول في عرض بس. خد بالك وقت ما باجي اشتغل واحضر على القماش بعد اللزق والبتاع بنقدر نحدد مكان القصه. بنقوم تانيين دي كده 2 بس. طبعا ما بقدرش اقص انا على الحشو عشان ما اضيعش الاسوره. بيقوم تانيين 2 كده واخدين هنا فورت على القماش بعد اللزق عشان هيتحدد هنا القصر بتاعتي اللي انا هشتغل عليها، ويبقى هنا فورت عشان نص الاسوره. وان شاء رب العالمين تكونوا استفدتوا بطريقه سريعه وسهله في قص الاسوره والياقه بتاعه القميص. وان شاء رب العالمين نلتقي في حلقه تانية ازاي نقص ياقه جلابيه
سواء ياقة كاملة أو نص ياقة على حسب طلب الزبون ساعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش إن شاء رب العالمين تدعمونا باللايكات، ان شاء رب العالمين تدعمونا طبعا زي ما قلت باللايكات واشتراكات معانا، علشان نوصل المعلومة لأكبر قدر ممكن من المتابعين والمشاهدين. والله يوفقكم ويوفقنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.